وسط تكتم كبير شيع حزب الله اللبناني محمد حسين الحاج نصيف في سهل البقاع اللبناني لتنكشف واحدة من أهم أوراق حزب الله في سوريا. الحاج نصيف الملقب بأبو عباس تقول المعارضة إنه القائد التنظيمي لعمليات حزب الله في الداخل السوري ومنسق العلاقة مع الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام السوري. قتل الأحد في منطقة القصير بحمص داخل الأراضي السورية. بتحفظ ملحوظ قال موقع حزب الله اللبناني أن أبو عباس قتل خلال تأديته لمهامه التي وصفها بالجهادية، حيث انفجرت عبوة ناسفة في الموكب الذي كان نصيف ضمنه، مما أدى إلى مقتله رفقة عدد من عناصر حزب الله وإصابة مرافقين آخرين كان معه. وعرف أبو عباس بأنه من مسؤولي حزب الله العسكريين الميدانيين النافذين، وكان التحق بصفوف الحرس الثوري الإيراني في أواسط الثمانينات، حيث تدرب على أيديهم في معسكرات البقاع. مقتل أبو عباس قائد وحدة المشاة التابعة لحزب الله التي تقاتل في سوريا منذ بداية الاحتجاجات يعكس مرة أخرى حسب نفس المصادر مستوى تورط حزب الله بما يجري على الساحة السورية، ويؤكد الاتهامات التي وجهتها واشنطن وبلدان غربية وعربية منذ أيام للحزب اللبناني في استمرار الأزمة السورية، رغم أن الحزب ذاته لم يخفي يوما دعمه لنظام الأسد. أمين حميدي، العربية.